يا سلام يا ست. لما تسمع أغاني أم كلثوم هتلاقي في ناس قاعدة وهي الست أم كلثوم كوكب الشرق بتغني فيقولوا لها يا سلام يا ست. قبل ثورة 23 يوليو سنة 1952 لما كان سعر الدولار الأمريكي وقتها ما بيزيدش عن 20 قرش مصري، حصل موقف ما بين واحد من أعضاء الفرقة الموسيقية للست أم كلثوم وبينها هي شخصيا. طلب منها إنه يستلف منها 5 جنيه، ما رضتش تسلفه. عرف الصحفي الكبير وقتها الراحل مصطفى أمين، فاتصل عليها وقال لها حضرتك لا يتوافق معاكي اللي انت عملتيه مع طلب الموسيقي ده اللي كان المفروض ان انت تديله. قالت له بص يا استاذ مصطفى، انا عملت كده وقلت كده على العلن عشان النصابين والافاقين يبعدوا عني، وعرفت ان الموسيقي ده كان راح صرف فلوسه في مكان يعني إلى حد ما زي لاعب القمار أو حاجة زي كده، وخسر فلوسه كلها. فما رضيتش أديله عشان أعرفه إن الفلوس دي ما ينفعش تصرف في مجال إلا في مجالها على بيتك وأسرتك وفي الطرق الشرعية دي. بعدين يا أستاذ مصطفى أنا اتصلت بالست زوجته وقلت لها أنا هبعت لك مع السواق بتاعي مش 5 جنيه لا 50 جنيه، وسبته يدوخ ويلف كده عشان يعرف إن اللي عمله غلط فعلا. يا سلام يا ست.